الكبير قبل الصغير خد 3 من الاهلي. الكبير قبل الصغير في مصر خد 3 من الاهلي. فيديو جديد مع ابو يوسف الاهلاوي. حابب قبل ما اتكلم معاكم عن النادي الاهلي والفوز المحترم اللي ابو يوسف الاهلاوي توقعه معاكم وقلت لكم هتبقى 3-0 ان شاء الله. حابب اشكر من قلبي كل واحد مشترك معايا في القناه، وبتمنى من ربنا وبيكم صوت ابو يوسف الاهلاوي يسمع في كل حته ان شاء الله بدون مقاطعه. ايه الجمال ده؟ عيب على كل انديه مصر، عيب على كل انديه مصر. كل فرقه كبيركم وصغيركم بيتغلب بالثلاثه قدام الاهلي مع الرأفه. عرفتوا لما انا طلعت وقلت لكم هنخوفكم في مصر وفي افريقيا، الكلام الحمد لله طلع صح ليه؟ وقلت لكم من اول الموسم عندكم احسن لعيبه في مصر. عشان واحد بيتكلم ويرضي الله. لو الواحد ولا ماسك ورقه ولا ماسك قلم ولا طالع اكدب عليكم ولا طالع اي حاجه، انا طالع يمين الله حبا للناس والنادي الاهلي. يمين الله انا بقول اللي في قلبي. ايه الفوز الجميل ده؟ ايه الاداء المحترم بتاع النادي الاهلي ده؟ ايه يا كورر ده؟ اللي ابو يوسف الاهلاوي يوم ما النادي الاهلي جابك انا قلت لهم يا جماعه انتوا جبتوا مدير فني محترم. جبنا مدير فني محترم. اللي كان رضا عبد العال ماسكه كل يوم تريقه، بقى رضا عبد العال قاعد فين؟ وكورر كل يوم بيعمل ايه؟ يا رضا عبد العال انت ومصطفى يونس، يا رب ما نسمع لكم حس ثاني في الاعلام، يا رب ما نشوفكم في التلفزيون تاني ولا في اي حته. المفروض تتكتموا اليومين دول. ولسه يا كل انديه مصر لو بتتغلبوا السنه دي من الاهلي 3 اتفرجوا السنه الجايه ان شاء الله بدون مقاطعه لعيبه الاهلي هتعملوا فيكم ايه. وقلت لكم الواحد ب10 السنه دي والجمهور الواحد منه ب1000. قلت لكم عشان احنا شفنا سنتين ما شفناهمش في حياتنا. وقلت لكم هعرفكم هنحتفل بالدوري ازاي. كل كلمه الحمد لله انا قلتها حقيقه يمين الله. كل كلمه طلعت قلتها معاكم انتوا اللي بتتفرجوا عليا، وكل حاجه متسجله. ولو واحد شاف كلمه غير اللي انا قلتها يطلع يا عم حلال يقول لي انت راجل بتتكلم غلط، وهحترمك برضك وعلى دماغي. افخر ان انت اهلاوي، ده نعمه من ربنا كبيره. زي نعمه الفلوس كده ربنا بيديها لك ونعمه الاولاد والزوجه الصالحه، احمد ربنا اللي انت اهلاوي. والله ما دي نعمه برضك، مش ده رزق؟ كل يوم الاهلي بيفرحك. هو انت دلوقتي عشان تشتري فرحه دلوقتي هتشتريها بكام؟ ما تلاقيها مش هقول مالهاش ثمن، لكن الاهلي بيجيبها لك لغايه بيتك. بتبقى قاعد انت وعيالك في قلب بيتك وبتفرح كل يوم ببطوله ومكسب. كل الفرق في مصر دلوقتي بتخاف من النادي الاهلي. مين زينا مين؟ يشاوروا يقولوا احنا بنعمل كل يوم زي النادي الاهلي وكل ماتش زي النادي الاهلي. والله العظيم لعيبه الاهلي بتتصرفوا. هقول لي بس يا رب والمصحف ما عايزه تتك على اي لعيبه مصر في الفوز. لعيبه الاهلي ديت لو هي تتك على الفرق شويه هتبقى 4 و5. شفنا النهارده معلول النهارده يا جماعه حط فاول من ايام ابو تريكه. رجعني تاني اتفرج على ابو تريكه. يا تريكه رجعنا تاني الايام الجميله، ورجع اللي بيتفرج الايام الجميله اللي هو الاهلاوي المحترم اللي اتربى على البطولات واتربى على الادب والنعمه. ايه الجمال ده النهارده يا معلول؟ انا مش مصدقش والله. بص ده في الجون، يا نهار ابيض. وشريف يا محمد، يا شريف فوق يا محمد، انت بتتحرك تحركات فروت. بس انا عايزك ان تضيع جونين النهارده ولا 3. خلص يا شريف، عايزين نعدي 3 وفاضل 3. جبنا 3 في البنك الاهلي وفاضل 3 ماتشات ونخلص بالفيلم والمولد عشان نوريهم الفرحه. وكده كده يا زمالك الدوري في الجزيره على راي جمهور الاهلي. وانت فهمت الكلمه الثانيه، مش هقول لك انت بتاع ايه يا عم. احتراما للناس، الزملكاويه محترمين الكبار في السن، وفي شباب زي الفل برضك مصمم على رايي. حتى لو انا باجي على نادي الزمالك، انا عمري ما باجي على نادي الزمالك، باجي على اداره الزمالك اللي هي مقصره في حق الزمالك. انا عايز بس اقول حاجه. احنا دلوقتي بامر الله بدون مقاطعه اللي احنا عايزين نركز في ال3 ماتشات الجايين. ال3 ماتشات الجايين يمين الله ضرب نار. هنخلص من فيوتشر ومسافرين كلنا اسكندريه. كلنا طالعين على اسكندريه. هنلاعب مين بقى في اسكندريه؟ هنلاعب المانجا، اللي المانجا ان شاء الله هتخلص خالص وهنخلص من الحدوده. حدوده المانجا دي هنخلص منها خلاص. شفتوا الاسماعيلي النهارده مع اسوان في اسماعيليه؟ فرقه عاجزه.
الاسماعيلي فرقه ما تستحقش تلعب في الدوري الممتاز. الاسماعيلي على مسؤوليه ابو يوسف فرقه في كوره ما تستحقش تلعب في الدوري الممتاز. يمين الله ما تستحق. واتفرجوا بقى، اتفرجوا الاهلي هيعمل فيهم ايه برج العرب بامر الله. يا سلام بقى لو بيراميدز اتغلب ماتش قبل ما احنا نلعب الماتشين دول بتاع الفيوتشر ونجري نلعب من المعلم الاسماعيلي يبقى ده ماتش البطوله. لو كسبنا ناخد الدوري. اتفرج الاهلي هيعمل فيه ايه. الاهلي وجمهوره هيمتعوا اسماعيليه كلها، هيرجعوهم للسته. فاكر السته هترجع لكم السنه دي ان شاء الله. يا فرقه مهلهله يا اللي عاملين وعاملين وانتوا هتبقوا درجه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله عشان انتوا برضك ظلمه. انتم تظلموا النادي الاهلي برضك معاكم وكل يوم. النادي الاهلي يا جماعه بامر الله هنحسم الدوري في سيدي البلد في اسكندريه، بامر الله في مرتبى العباس، بامر الله بدون مقاطعه. ماتشين الاسماعيلي والاتحاد بس نخلص من فيوتشر. نخلص من فيوتشر عشان فيوتشر بيبقى قدامنا وحش. احنا بقى عايزين نطلع الاسد نديله 4 ولا 3 رخر. ما هو لازم ياخد 4 ولا 3 فيوتشر. هياخد ايه يعني؟ بامر الله طول ما انتم مساندين لاداره النادي الاهلي المحترمه واحنا كلنا يا جمهور واقفين جنب النادي الاهلي بمحبه وما يرضي الله، ربنا هيدينا. اوعوا تفكروا ان احنا واقفين مش بيرضي الله. لو احنا واقفين كده ولا انت اللي بتتفرج من ورا قلبك ربنا مش هيدينا. احنا كلنا حاسين ببعض، اقسم بالله كلنا حاسين ببعض. وان شاء الله الفرحه والايام الجايه دي كتير. ده لسه في كام بطوله. ده انا لسه في الكاس وكاس سوبر افريقي وكاس عالم الانديه. ان شاء الله يا رب يكتبها لي واسافر المغرب السعوديه. ادعم اللي انا ان شاء الله ربنا يديني واروح كاس العالم في بامر الله في المغرب. يا خراب اللي انا رحت بقى هعملها لكم ليله بقى ولا 1000 ليله. هعملها لكم ليله ولا 1000 ليله كل يوم. وممكن اقعد في السعوديه ما ارجعش. والله العظيم ممكن اقعد في السعوديه كده ولا حاجه، اشوف لي بيت كده حلو سعودي واقعد فيه مع اخوه السعوديين هناك. وكل واحد بيساند ابو يوسف الاهلاوي والله العظيم ربنا اللي هيجازيك كل خير. مش ابو يوسف الاهلاوي اللي انا هقدر اعمله لك اللي انا محبتي وادعي لك، مش هقدر اعمل لك غير كده. وعايزين كل واحد بيشوف ابو يوسف الاهلاوي ويعجبه يشترك في القناه ويدي اللايك عشان صوتنا مش هيعلى الا بربنا وبيكم. اوعوا تفكروا مهما اهمل ومهما هقول ومهما احضر لما اقول له كذا واعمل يا عم اعمل. عايزين نتكلم في حاجه، عايزين نجيب خبر، عايزين نطلع لا، ربنا وانتم. محدش هيقف جنب الواحد اللي واقف ده قدامكم ده الا ربنا وانتم. انا مصمم على كلامي. اصل محدش بياخد اكتر من رزقه. محدش بياخد اكتر من رزقه. ويلا يا اهلاويه فاضل 3. سلام.